اعتقد ان دي نعمه وفضل من عند ربنا. وعلى فكره مش اي يعني النعمه دي ربنا مش هيديها لحد الا يكون يستحقها. لكن انا لما يكون عندي ثقه بعد ما الاهلي والزمالك وتروح النادي المصري وانت بتلعب عملت زودت اهدافك وعملنا شكل كويس وانا كلاعب، والنادي المصري اتدربت حوالي 3 4 مرات في ظروف مختلفه، ان احنا ان جمهور بورسعيد بقى فيه علاقه وعشق، لان النادي المصري نادي كبير. ان انا امسك نادي الاتحاد، يعني انا مسكت 3 انديه من اكبر 3 أو 4، يعني اقول الزمالك والمصري والاتحاد والاسماعيلي في فتره قصيره. اعتقد ده شرف ما بعده شرف، يعني مش ناقصني حاجه غير حاجه بس مش هتحصل يعني. منتخب مصر اتمناه، منتخب يعني طبعا منتخب مصر والنادي اللي نشأت فيه، سواء زي ما قلت لك يعني منتخب مصر ده طبعا هو التورته الكبيره اللي تخليك تمثل بلدك. يعني كنت اتمنى ان انا زي ما مثلت بلدي على قد ما قدرت وعلى قد ربنا اداني في منتخب مصر، هيجي في يوم في وقت من الاوقات ان انا اخدم مصر من خلال، اكيد بعد الفتره اللي هي ممكن الناس المسؤوله عن الكوره تراها في اي وقت، لكن طبعا احترام وتقدير الناس اللي موجوده. كابتن حسام حسن، سؤال اخير. معروف بنزاهتك وصراحتك وجرأتك، ما بيراودكش احلام لتدريب النادي الاهلي؟ مع احترامنا الكامل لجهازه الفني الحالي، تدريب النادي الاهلي او نادي الزمالك بيتك النادي الاهلي، بيتك نادي الزمالك، انجازاتك هنا وهنا. انا قلت كده، يعني قلت لك يعني ربنا انعم عليا، بقول لك نشأت في النادي الاهلي، وانا عليا بعد ما النادي الاهلي ما خرجت من النادي الاهلي رحت النادي كبير وعظيم زي نادي الزمالك. فما بالك انت منتخب مصر، يعني طلعت من جسمي اصابات ودم من عمري، سواء في المنتخب او اهلي او الزمالك او الانديه اللي لعبت معاها.